السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما اتعودنا يا شباب، مع بداية كل شهر باجي اقدم لكم متوسط اسعار الموبايلات الايفون مستعملة، سواء الاسعار ارتفعت او الاسعار نزلت، باجي اعرفك بيها عشان لو ناوي تشتري اي موبايل يكون عندك خلفية عن الاسعار. وطبعا لكل اللي متابعيني عارفين ان انا جيت قدمت لك فيديو الاسعار، يبقى في مكان هننزل نصور فيه قريب وهجيب لكم منه اسعار وعروض وخصومات زي ما اتعودنا. ولكن خليني اقول لك على حاجة سريعا، انا الاسعار اللي جايبها لك دلوقتي شهر 5 2024، الاسعار دي انا مش جايبها لك من دماغي، الاسعار دي انا على اقل تقدير تواصل مع 10 اماكن في محافظات مختلفه بتجار انا اعرفهم، وبالتالي بشوف الاسعار اللي بيبيعوا بيها وباجي اقول لك عليها. والاسعار دي للحالات الممتازه للاجهزه، ممكن تلاقي اسعار اقل ولكن هيكون على حساب حاله الموبايل، فبالتالي بيكون الموبايل مغير شاشه، البورده بتاعته حصل عليها شغل، فبالتالي ممكن تلاقي اسعار اقل من اللي انا بقول لك عليها. ولكن الاسعار اللي انا بقول لك عليها دلوقتي دي للحالات الممتازه، باستثناء بعض الاجهزه بتكون مغيره بطاريه بس. وطبعا اثناء الفيديو بوضح لك الموديلات اللي ممكن تكون البطاريات بتاعتها متغيره. يلا بينا. ودلوقتي يا شباب هندخل مع بعض في الاسعار، بس خليني اقول لك الخبر الحلو ان الاسعار نزلت بشكل كبير جدا جدا في شهر 5 2024. يلا بينا نبدا مع اول موبايل وهو الايفون 8 بلس، وده هيكون للمساحه ال 64 متوسط سعره حوالي 7500 جنيه، للمساحه ال 256 هيكون متوسط السعر من 8500 جنيه ل 9000 جنيه، يعني تقريبا ده المتوسط. طبعا لو الموبايل مغير بطاريه بس، اكتر من كده هيكون طبعا سعره اقل وما انصحكش ان انت تشتريه. هنطلع بعد كده للايفون اكس للمساحه ال 64 متوسط سعره هيكون حوالي 9000 جنيه، وللمساحه ال 256 متوسط 10500 جنيه، وما انصحكش ان انت تشتريه لان الموبايل ده مشاكله كتير جدا. واول حاجه بتحصل فيه الفيس اي دي بتاعه بيقطع بسرعه، ومشاكل كتير هتبدا تقابلك زي الشبكه، ووضحت ده في اكتر من فيديو. هنطلع بعد كده للايفون اكس اس، وده متوسط سعره للمساحه ال 256 هيكون حوالي 12500 جنيه. هنطلع بعد كده للايفون اكس ار، وده متوسط سعره للمساحه ال 128. ما انصحكش ان انت تجيب ال 64، لو الموبايل حالته كويسه جدا هيكون متوسط سعره حوالي 12500 جنيه زي الايفون اكس اس. هنطلع بعد كده للايفون اكس اس ماكس، وده موبايل ممتاز جدا، ومتوسط السعر ليه للمساحه ال 64 هيكون حوالي 15000 جنيه، وللمساحه ال 256 متوسط السعر هيكون حوالي 17500 جنيه. طبعا الاسعار ديت للحالات الممتازه، ولكن كل الموديلات دي هتلاقيها مغيره بطاريه بنسبه 100%، واللي مش هتلاقيه مغير بطاريه هتلاقي البطاريه بتاعته في متوسط ال 70، يعني 78 77، لكن مستحيل تلاقي بطاريه مثلا 85 90% ولسه الموبايل ما اتفتحش. هنطلع بعد كده للايفون 11، وده هتلاقي منه حالات كويسه لحد النهارده، لان الموبايل لسه لحد فتره قريبه جدا كان بيتباع جديد، فهتلاقي منه بطاريات فوق ال 90، وده متوسط السعر اللي للمساحه ال 128 هيكون حوالي 17500 جنيه للحاله الممتازه، يعني ممكن يوصل معاك ل 18 لو البطاريه فوق ال 95. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 11 برو، وده متوسط السعر اللي للمساحه ال 256، لان اكيد برده مش هكلمك على المساحه ال 64 في 2024 زي ما قلت لك. هيكون متوسط السعر ليه من 20000 جنيه لحد 21000 جنيه لو حاله الموبايل فعلا ممتازه. وخلي بالكم يا شباب، انتوا ممكن تلاقوا الموبايل ده ب 17000 جنيه وب 16000 جنيه. اوعى تفرح بسعر الموبايل الايفون المستعمل لو كان قليل، خلي بالك بيكون على حساب الموبايل، يعني ما يكونش الموبايل متوسط انا بقول لك 20 21 انت تلاقيه مع حد ب 16 تفرح وتروح تجيبه. صدقني بعد ما تجيب الموبايل هتكتشف ان الموبايل فيه كوارث. فخلي بالك دايما في المستعمل روح للسعر الاعلى، اضغط على نفسك وجيب الموبايل من مكان معروف، بحيث الموبايل لو طلع فيه مشكله او طلع فيه حاجه تقدر تسترد الموبايل وتجيب فلوسك. ما تفرحش بالسعر القليل في الايفونات المستعمله، ودي اهم ملحوظه بقول لك عليها. تعال نطلع بعد كده للايفون 11 برو ماكس، وده النهارده متوسط سعره حوالي 23500 جنيه، وكنت نزلت لكم السعر ده عند الدكتور ستور في اخر فيديو نزلناه. كان موبايل 256 جيجا بطاريه 100% بس متغيره، ووضحنا في الفيديو لان برده ال 11 برو ماكس لو بطاريه عاليه برده هتكون متغيره. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 12، وده متوسط السعر ليه هيكون من 19000 جنيه ل 21000 جنيه حسب المساحه وحسب قوه البطاريه اللي هتلاقيها. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 12 برو ماكس، وده متوسط سعره النهارده هيكون من 29000 جنيه ل 31000 جنيه او 32000 جنيه لو حاله الموبايل فعلا ممتازه. ممكن تلاقي اسعار اقل من كده، وزي ما قلت لك ما تفرحش بالسعر. وفي ناس كتير جربت وعارفه ايه اللي حصل معاها، كتير منكم عارف ان ده مجالي ومجال شغلي، عايز تاخد بنصيحتي مفيش مشكله، مش عايز برضو قرارك ويرجع لك. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 13، وده متوسط سعره النهارده هيكون من 24000 جنيه ل 26000 جنيه حسب قوه البطاريه وحسب مساحه الموبايل هيتحدد السعر، ولكن ده المتوسط للموبايل.
هنطلع بعد كده للايفون 13 برو يا شباب، وده هيكون متوسط السعر ليه من 30 لحد 33 الف جنيه حسب قوه البطاريه وحسب الموبايل مع حاجته ولا لا. طبعا ده للمساحه ال 128. ولو هنتكلم عن المساحه ال 256 هتلاقي متوسط السعر من 34 الف جنيه لحد 36 الف جنيه حسب برضه حاله الموبايل وحسب قوه البطاريه هيحدد السعر. هنطلع بعد كده للايفون 13 برو ماكس، وده متوسط السعر ليه الاقل نسخه ال 128 هيكون من 34 الف جنيه ل 35 الف جنيه. ولو هنتكلم عن المساحه ال 256 هيكون متوسط السعر ليها من 37 الف جنيه لحد 39 الف جنيه برضه حسب قوه البطاريه وهل الموبايل معاه مشملاته ولا لا. تعالى نطلع للموديل اللي بعد كده، والمفروض ان انا اكلمك عن الايفون 14، ولكن انا مش هكلمك عنه لان الموبايل تقريبا الايفون 14 العادي هو ال 13 العادي، باستثناء بعض الاختلافات البسيطه اللي حرام اصلا انا اجي وارشح لك الموبايل ده لو انت ناوي تشتريه. مش معنى كلامي ان هو وحش، ولكن لو انت معاك ايفون 13 ما انصحكش ان انت تجيب الايفون 14 العادي، ممكن تجيب البرو لكن العادي ما انصحكش. هنطلع بقى بعد كده للايفون 14 برو، وده موبايل ممتاز جدا وانا انصحك بيه لو انت ناوي تجيبه. هيكون متوسط السعر ليه اقل نسخه متوسط من 38 الف جنيه ل 39 الف جنيه. ولو هتجيب المساحه ال 256 متوسط السعر ليه هيكون من 40 الف جنيه ل 42 الف جنيه زي ما فهمتك حسب قوه البطاريه وحسب الموبايل مع المشملات بتاعته ولا لا. هنطلع للايفون 14 برو ماكس، وده متوسط سعره النهارده 47500 جنيه للحاله الكسر كسر الزيرو. الموبايل هتكون حالته ممتازه جدا جدا، ولكن السعر ممكن يعلى معاك شويه في حاله ان انت هتجيب مساحه اكبر او هتجيب بطاريه اعلى زي ما فهمتك اثناء ما كنا بنتكلم داخل الفيديو. طبعا الايفون 15 وال15 برو وال15 برو ماكس مش عايز اكلمك عنهم لان الموبايلات دي لسه جديده، فما انصحكش ان انت تجيبها مستعمله زي ما انا معودكم ودايما في كل فيديو بقول لك اخر سلسله لو هتجيبها مستعمله يبقى الافضل تروح تجيبها جديده لان الفروقات بينهم هتكون بسيطه. وخليني اقول لك ان الايفون 15 برو ماكس النهارده متوسط سعره حوالي 60500 جنيه داخل الدكتور ستور اللي صورنا فيه اخر مره، ولكن الاسعار دلوقتي بدات تنزل بشكل ملحوظ وممكن الموبايلات تنزل عن كده تاني. خلي بالك ان الايفون 11 برو ماكس اللي انا قلت لك عليه دلوقتي ب 23500 جنيه، الموبايل ده بالظبط من كام شهر وكنت وضحت في اكتر من فيديو كان سعره وصل ل 32000 جنيه. الايفون 13 العادي كان وصل ل 32000 جنيه. الايفون اكس اس ماكس كان متوسط السعر ليه حوالي 21000 جنيه، النهارده بيتكلموا في 15000 جنيه. زي ما عرضت لك في موبايلات كتير جدا اسعارها نزلت، وخلي بالك الاسعار لسه بتنزل. انا عارف ان الاسعار لسه ما نزلتش بشكل قوي، ولكن لو قارناها بالاسعار من 3 شهور بالظبط حرفيا الاسعار نزلت اكتر من 30% من سعرها. ولسه الفتره اللي جايه المؤشرات كلها بتقول ان الاسعار بدات تنزل. طبعا احنا بنتمنى ان هي تنزل اكتر من كده، ولكن كل المؤشرات بتقول الحمد لله ان الاسعار كل يوم بتنزل اكتر من اليوم اللي قبله. وطبعا لو اي حد فيكم عنده اي استفسار لينك الانستجرام بتاعي موجود في الديسكربشن تقدر تتواصل معايا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب اكون قدمت لكم معلومه مفيده واكون قدرت افيدكم. وطبعا لو انت لسه بتشوفني لحد الدقيقه ديت ما تنساش تعمل لايك عشان غيرك يشوف الفيديو ويستفاد. ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك لان الفتره اللي جايه هيكون في حاجات قويه جدا. كان معاكم محمد المكتر من قناتي على اليوتيوب، مع السلامه.